يلا قول لنا اجابتك. الإجابة أهو، الإجابة ابعت يا اللي بتبعت. الله يخرب بيتك يا حزلقوم، أنا كل اللي أعرف عن التطعيم شلل الأطفال. استنى كده، لو قلنا الجسم عن نصيب يبقى نصيب كل واحد. ماليش في الجسم انا، مطولة وبتخنقني. هنا انا هطلع ايه يعني؟ مسا البرجل والمنجلة والسمك اللي اتجلى. أنا دي أنت مش قلت لك 100 مرة لسانك ما يخاطبش لساني وخاصمتك وعملنا حركة الصوابع دي؟ ايوه بس انت ما تفيتش فيها. ايه القرف دي في ايه؟ تبدل شندوشتات؟ أعفى الشندويشتات شفتها في حياتي، شندويشتاتك. الواد دي أمه بتعمل له شندويشت قد كده والحلاوة في النص بس، الباقي كله فينه. وبعدين تقعد تشيل اللبابة وتديها للبط، فالرغيف يبقى رفع البفرة. ماشي شكرا. خلاص خلاص عاد، خلاص هو اللي ضربه يا ابله. هو انت بتفتن وخلاص، مفيش أبلة أساسا. نفادي تعالى يا نفادي. المزز نادوني. كان نفسي ابقى طفل عادي بس للاسف طلعت كاريزما. واد مخربش مش تلميذ. قطتي صغيرة كلها حيوية وطاقة، اسم الدلع نميرة وده مش اللي في البطاقة. عملت اللي قلت لك عليه يا نوفا؟ طبعا عملت اللي قلت لي عليه، عملت لك الواجب انت وصاحبتك. تشكر يا نوفا. كده هيبقى عملت الواجب وزيادة. وكمان حساب البوزو اللي انت خدتيه من الكانتين وصل. بص كده يا نوفا. هنا على لوحة الشرف. ايوه. تعالى يا كاريزمي. الكبير بينادي عليا، ما يعرفش يعيش من غيري، هيموت ويأنتم معايا. تعالى يا كاريزما، والله توحشتك. الزمازم بس خبطت في بعض. اقعد ما يجيش غير عشان معايا حريم. نتقابلوا بعد الحصة الرابعة عند الكولدير. كده الحصه رابعه عندهم قلعيه. قوم ياي، قوم غور من هنا. هيك تجلاب جو اكتر من التريلا، قوم. واه الحقني يا كبير، الحقني يا كبير. واه عاد يا تعالى هنا. الحقني يا كبير هموت. مين الواد ده؟ مش عارف، ده باين انه طالب جديع او الصوات تيع وعامل فيها طالب جديع، لان دي فورمة لواء. يا ده ما حد يجرب والضرب يتقسم على 2. الواد هيموت هجرس، والتاني ده تحشي محدش قادر عليه. تعرف لو خلصته من نيع منصب رائد الفصل حلال عليه. رائد الفصل؟ نعم. يا جدع انت دقيقة، كف يدك عنه يا جدع انت، هجرة زي في حمايتي. اللي يجرب هنا هضرب هو كمان. ده حرامي وسرقني. ما اسمحلكش. اخلص يا واد. ايه يا دي انت؟ سرق منه؟ رجع له اللي سرقته. ردعوا له ليه؟ ايه البجاحة دي؟ يا كبير ما انا دفعت ثمن دريمتي ضرب وهانه، خلاص حلال عليا. جاك حل وسطك يا دي انت، الجريمة هتفضل جريمة، رجع له حاجته. هردعها له. حسبي الله ونعم الوكيل. انت كمان اللي بتحاسبن، انت ايه ياد؟ واه كل دي على ليلته. بقول لك ايه يا شبح، انزل ياي. اسم الشبح ايه؟ اشرف. عشت الاسامي يا اشرف. ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. بقول لك ايه، انا هعمل معاك ديل. ماشي. فكك من التعليم. ماشي. ايه ده؟ انت مستبيع ولا فارق لك. وهشغلك عندي غفير وهغرقك لوليتا. ماشي. لوليتا ولولي بوب. واخدك الكندي شو.
ماشي. بعد اذن حضرتك يعني استاذنك بلاش تضربه في كتفه عشان ده مكان التطعيم. تطعيم ايه؟ تطعيم النكاح. عرفت الاجابه. انت طولت جو في الفلاش باك يا كبير. انت مال اهلك يا هاد؟ هو فلاش باكي ولا فلاش باكك؟ هو انت مستني ايه يا حزلقوم؟ الفرق. النكاف. يا نهار اسود، صح؟ الإجابة صحيحة. ايوه يا عمي. لا استنى. يا يا سيدي تعالى هنا. تعالى هنا. الله يا ولدي. الله. انت يا ابني. غرقت الدكتور برايز وسليمات. الله يا حبيبي اقعد. لا فيهم واحده كمان عشان يبقوا ثلاثه. ده هيتقطم وسطك يا بعيد ونخلص. انا نفسي افهم ايه اللي انت عملته ده. والله من فرط اللزقه. إيه؟ من خرط من زر من اسكت. من فرط اللزقه. اسكت. والله العظيم انا ما اعرف انت ازاي وصلت للسؤال السابع ده. عشان ماشي بنور الله. ودلوقتي السؤال السابع. طبعا يا استاذ حزلقوم انت عارف ان السينما بدات صامته. ايه ده؟ حد حطوه على الوضع الصامت؟ على فكره اصلا ما كانش فيه بقى في الفتره دي الوضع الهزاز هزاز. اللي هو الفايبريشن، ما كانش فيه اصلا موبايلات من اساسه. طيب تمام. السؤال بيقول في أي عام عرض أول فيلم مصري ناطق وكان بعنوان أولاد الذوات؟ يا فرج الله. أنت عارف الإجابة؟ انا ذاكرته على فكره. طب قول. حتى بالاماره الفيلم ده كان من بطوله استاذ يوسف وهبي والانسه امينه رزق والاستاذ انور وجدي. مظبوط فعلا، يعني الحقيقة كلهم شاركوا في الفيلم ده. علي ربيع. علي ربيع شارك في أولاد الذوات؟ كان طالع ضيف شرف بيقول نعم يا مولاتي. هو أنت يا ابني مستكتر على نفسك تقول جملة واحدة صح؟ ركز بقى. فيلم أولاد الذوات عرض سنة 1940 ولا 1937 ولا 1935 ولا 1932؟ بص انا شاكك لا الا 37 لا الا 40. لا إلا 40. ممكن اطلب ان احنا نحذف اجابتين؟ ايوه صح. ممكن طبعا. بنطلب من الكمبيوتر ان هو يحذف اجابتين. احيه اصلا شو هم دول اللي كان عاوزهم؟ راحوا. ايه يا حزلقوم؟ انت بتلعب في الاعدادات. اعدادات ايه يا ابني اللي العب فيها؟ هو موبايل؟ ده كمبيوتر يا حبيبي. يبقى الكمبيوتر بيلعب في الاعدادات. مفيش حد بيلعب في حاجه يا حزلقوم. طب ممكن استخدم وسيله تانية؟ ممكن. راي الجمهور. حقك برضه. يلا بنطلب من الجمهور ان هو يحضر نفسه ويساعد حزلقوم. ايوه ساعدوه يا جماعه ساعدوه. عمي بيستعين بيك يا عينيه. في الاختيار بين 1935 و 1932.